قصتنا النهاردة عن عيلة ألمانية عاشت في مقاطعة بافاريا. العيلة دي حصلت لها جريمة بشعة، والتحقيق فيها استمر 85 سنة كاملة. أيوة، من سنة 1922 لحد سنة 2007. واللي حصل كان يوم 31 مارس، يوم محدش في العيلة دي هينساه لو كانوا لسه عايشين. العيلة اسمها عيلة جروبر، ومعاهم الخدامة اللي كانت شغالة في البيت. كانوا 5 أفراد وكلهم اتقتلوا، ومعاهم الخدامة الجديدة. قبل الجريمة ب6 شهور، البداية كانت غريبة جدا. الخدامة القديمة كانت بتسمع أصوات مش طبيعية في البيت. كانت بتسمع خبط على الشبابيك، همسات في الممرات، أصوات تخوف أي حد. قالت الكلام ده للعيلة، بس محدش صدقها، وقالوا لها إن دي مجرد تخيلات. الخدامة كانت متأكدة إنها مش بتتهيأ، وبسبب الخوف اللي كانت عايشة فيه سابت الشغل ومشيت. قبل الجريمة بيوم واحد بس، العيلة جابت خدامة جديدة، وفجأة بدأوا هم كمان يسمعوا نفس الأصوات اللي كانت الخدامة القديمة بتحكي عنها. مش بس كده، البيت بقى يحصل فيه حاجات غريبة. الأب لقى جورنال على الأرض محدش في البيت اشتراه. مفاتيح المخزن اختفت فجأة. حاجات بتتحرك من مكانها. لكن المرعب الحقيقي حصل في يوم الجو كان كله تلج. لقوا آثار أقدام جاية من الغابة ومكملة لحد باب البيت وجوه البيت كمان. الصدمة إن الآثار مفيش لها طريق رجوع، يعني اللي دخل البيت لسه جواه. الأب أندرياس راح لجاره يحكي له. الجار قال له يتسلح لأي احتمال، لكن أندرياس رفض. يوم الجريمة، اليوم الأسود. القاتل كان فعلا مستخبي في البيت. وفي الليلة دي بدأ ياخد أفراد العيلة واحد ورا التاني على الحظيرة ويقتلهم هناك. 4 من العيلة اتقتلوا واترموا فوق بعض في الحظيرة، والطفلة الصغيرة والخدامة الجديدة اتقتلوا جوه البيت. والأغرب، القاتل مهربش، لأ، عاش في البيت أيام بعد الجريمة. شغل المدفأة وأكل الحيوانات، وكان كل حاجة شكلها طبيعي. عشان كده محدش خد باله من حاجة لمدة 5 أيام. بعد 5 أيام جه عامل كان متفق مع العيلة يصلح ماكينة زراعة. خبط على الباب، محدش رد. صلح الماكينة بره، ولما خلص شاف حاجة غريبة. كلب مربوط عند باب البيت، والكلب ده ما كانش موجود قبل كده. حس إن في حاجة غلط وراح جري لجاره لورنس اتفزع، خصوصاً إنه ما شافش العيلة بقاله كام يوم. دخل البيت، ما لقاش حد. راح الحظيرة، ولما فتح الباب لقى الجثث. بلغ الشرطة فوراً، والمفاجأة إن أول واحد شكوا فيه كان هو، لأنه الأقرب ليهم، ولأنه كان عايز يتجوز بنتهم والأب رفض. التحقيقات فضلت سنين، وفي الآخر اتأكدوا إن لورنس ملوش علاقة بالجريمة. ومع كل السنين دي محدش عارف مين القاتل، واتقفلت القضية سنة 2007 بلا أي إجابة.